عذرا رسول الله. اليوم وين احنا؟ اليوم احنا سقايف محبس الجن اللي هي مكة المكرمة. اليوم طالعين يا شباب وين؟ نروح المسجد القطري نصلي العشاء ان شاء الله ونرجع نروح وين؟ مول ابن داود. تعالوا نشوف هاي المنطقة. حجي راكان حيودينا جامع القطري ابن داود العزيزية، نتعشى ونرجع ان شاء الله. العشاء مالنا شنو؟ شوف المطعم شوفوا طبعا فول اكثر العالم يجون بهاي المنطقه. ليش؟ انه هي ما شاء الله تبارك الرحمن اكثرها بها محلات وبها يوزعون هدايا وبها مطاعم وبها كل الهدايا اللي واحد يقدر يشتريها، والعراقيين اكثرهم تلقوهم بهاي المنطقه ما شاء الله تبارك الرحمن. هاي المنطقه يسموها محبس الجن، وهي هاي السقايف محبس الجن. طبعا هو هذا الجبل ونفوت بالنفق ثم نطلع الحرم. هذا فندق أجياد المحبس، وهذا بيت الزائر. هاي هنا المطاعم، وهذا طبعا هو الشارع طويل. وهسه راح نروح وين؟ راح نروح جامع القطري نصلي العشاء، وبعدين نتوجه وين ان شاء الله؟ الى مول ابن داود. ها ويانا منو؟ حج عبد الله ابو مصطفى الغالي. طبعا هنا هواي يبيعون غراض بهاي المكان، يبيعون هواي غراض يعني هدايا. هاي محبس الجن، اكثر فنادق. هاي الفنادق شوفوها، هاي صفحة غير هاي الصفحة. يلا عمار حبيب ابو حمزه الغالي. طبعا كلهم يروحون على الحرم. هاي السقايف طبعا من هنا يتوجهون هذا النفق يروحون به على الحرم. وهذا فندق صفوة البيت، وهذا الفندق اللي هو أركان مكة. هاي صفحة الأقصير. وهذا الطريق كله تمشي قبل يودينا على عزيزية وعلى مول ابن داود. مول ابن داود معروف مكة المكرمة، يعني من أكبر المولات الموجودة، ويبيع أغراض طبعا كلش رخيصة. يعني شو تريدون؟ الأغراض موجودة عنده مول ابن داود. هسه راح نروح على مول ابن داود واشوفكم الأغراض اللي عنده. وهاي المنطقة يسموها منطقة العزيزية. طبعا هذا الجامع القطري، هذا الجامع يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. جد ما احكي لكم على هذا الجامع، مو مثل ما تشوفوه. هذا جد ما احكي لكم على هذا الجامع، مو مثل ما تزوروه تدخلون بداخله ما شاء الله تبارك الرحمن. هسه راح نروح وين؟ محلات الوضوء، من بعدها نفوت نصلي العشاء. ما شاء الله هذا كله هو المسجد الجامع. هذا الجامع القطري. هاي الشباب كلها جتي. حبيبي هاي محلات الوضوء تصير طبعا داخل الأرض. مصاعد
راح نروح نتوضا طبعا ان شاء الله، ونطلع وين؟ نصلي صلاة العشاء. ما شاء الله. وهاي صدفة جميلة، هاي صدفة جميلة. السلام عليكم. الحاج شهلان، الحاج خالد، ربي يعزكم. شلون هاي صدفة؟ الصدفة أحسن من 100 ميعاد. مو؟ عيني حجينا، هذا الغالي، ربي يعزك ربي يعزك. على راسي حجاجة. بس نروح نتوضا. هذا الجامع القطري. ما شاء الله تبارك الرحمن. هي المشكلة مصطفى، وين تتوضا يعني؟ انت كلها يعني. اخوي هاي خليك تتوضا 24 ساعة، مالك شغل بالحكي. واحلى شيء انا لا تسد الحنفية ولا تفك الحنفية، دوس كبسة واحدة. شوف هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. هسه تعال نروح نصلي صلاة العشاء. رح نطلع وين؟ رح نطلع الجامع، الجامع القطري اللي هو بالعزيزية في مدينة مكة المكرمة. ما شاء الله تبارك الرحمن. رح أصور لكم الجامع من داخل إن شاء الله وشوفوا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا طبعا كلها آيات قرآنية. وهذا مصطفى وأبو مصطفى. ما شاء الله. والله جتنا نسيم، هواء بارد إلا ثلج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي الخانات ما يحتاج تعرفون معليش. الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا قطع. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا اكو قطع جام يفصل مال بين هذا الجامع، هذا المسجد وهذا المسجد. ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. استووا اعتدلوا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الله أكبر. عذرا رسول الله
عذرا حبيب الله، عذرا رسول الله، إن قصرت في وصف جمالكم، فإن جمالكم ونوركم يا سيدي لن يوصفا، والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى، والله لو مقام الحبيب تفجرت أنواره لا البدر ولا واختفى، يكفيه أن البدر يخسف نوره لا 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 لكن نور محمد لن يخسفا صلوات. صلوا على الحبيب سيدنا محمد. الحبيب ابو حمد انت شلون صورت؟ شلون ما لكم شغل؟ عندي مصور مصطفى وعندي الحب مالي باعوا عليه، باعوا ها سواها والله سواها ما شاء الله تبارك الرحمن. طلعنا من الجامع القطري. وين متوجهين؟ حج محمد العزيزية. ليش ايش راح تاكلون؟ نروح ناكل فول وفلافل. فول وفلافل، فول وطعميه. يلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وهاي المنطقة الجميلة في مدينة بكة يسموها العزيزية، طبعا هي أكثرها مناطق، هاي منطقة راقية في مدينة مكة المكرمة، ونفس الوقت بيها المولات وبيها الأسواق والمحلات وأنواع المطاعم، يعني المطاعم الفاخرة والفنادق الفاخرة تلقوها بهذا الشارع. هذا الشارع يسموه شارع العزيزية اللي هو موجود ببكة المكرمة. وهنا تبقوا انه ما يروحون ياكلون فول، تبقوا الشباب ياكلون مندي. يروحون على مطعم ريدان. هذا مطعم طبعا مشهور. هذا المطعم مشهور وين؟ بالعزيزية، مطعم ريدان. واذا ما نعبر راح نندعم. مطعم ريدان، هاي منطقة العزيزية اللي ببكة مكرمة. ما شاء الله تبارك الرحمن. مالكم شغل بالحكي. من محبس الجن للعزيزية مشيت مشي تعبت، وهسه احلى شيء راح اتعشى، وورا العشاء راح نرجع مشي، راح نوصل الفندق هم نجوع هم نتعشى. والله العظيم ان احنا هواي ما يصير تاكسي. هذا هو مطعم ريدان. تعال شوفكم مطعم ريدان. شوف شنو هذا مطعم، شنو وجبات يقدمها. مطعم ريدان. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا مطعم ريدان، هاي الاكلات اللي يقدمها. وين طلعوا؟ طلعوا الدور الاول.
ما تشوف شغل بالحكي انه بطلعنا دراي انه وجعنا اكثر بعد. والله شنو مطعم ريدان؟ لا زين طلع قريب. طبعا هاي القعدات كلها هي خليجيه. القعدات تجي بهاي الطريقه، الطريقه العربيه. ما شاء الله تبارك الرحمن. اخوي ابو ليث حج راكان حبيبي حج. انت ايش تختار لي انا اكل؟ والله عيوني قدامك. انت راح ابعد وين؟ دحج ابعد بهاي القعده العربيه. الربعه كلهم جوا. يلا خلي اقعد هنا. شنو رايك بالمطعم ابو حمزه؟ والله عمال تخليها تجي لنا مكتب راكان عسو ما خلى مطعم ودانا ما خلى مول. كذا انا جاي كم مره جاي 5 مرات جيت المكه. بس هاي المكانات الله شاهد اول مره اجي عليها. الله عشتي لك سيد. والله العظيم الله يسلمك. خدمه. تسلم تسلم. يعني تجي ويا الرحله تصير مميزه. تسلم. راس قابل انتظر قابل هاي مو دجاجه بس تعبانه. اشيره مال المكنافه. خليها لازم تشير عليه هسه. هاي بعدين اهم شيء هو القصه. لا يقول لا تخلي يشير. طبعا بس تعال شوف تعال شوف. هذا ماكو شطه ماكو اكل يعني هيك بابا. ايه لازم. نحن نتعشى ونشوفكم وين نروح مول ابن داوود صح؟ انتظروني. هاي مطعم بريدان تعشينا ب وين راح نروح؟ لا كنا مندي بس شلون مندي؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب هسه وين راح نروح؟ على مول بن داوود. مول بن داوود. تعالوا نشوفكم مول بن داوود شو يبيع وشنو بيه. التصوير قلنا لكم راح نوديكم على مول بن داوود وهسه راح نوديكم على مول بن داوود بس خلي يطلعون جماعتنا اللي هو راكان الحسه وابو ليث. حبيبي ابو حمزه. ربي يحفظك. ريان اخوي الغالي ابو طلال. على راس ابو حمزه. حاج عبد الله حاج عبد الله حاج الثائر الغالي. يلا هسه وين نروح؟ على مول بن داوود. حجي راكان. هلا ابو حمزه. والله تعبنا من المشي. لا بعد. وين وصلنا؟ هذا مول بن داوود. مول بن داوود. عملنا جوله به. يلا احنا والشباب ان شاء الله. يلا. والبقيه تعبانين حيمشون ورانا. وينهم؟ حقهم يا ابو حقهم. ايه بعد بس مسافه طويله عليهم. يا ابو احنا وصلنا قبلهم بوين؟ ما شاء الله. يلا خلي يفوت على المول. يلا. مول ابن داوود. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذا المول كل شيء فيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جيت اسرب لكم مو مثل ما تجي تشوفوه. واحلى شيء يعني يكتبون الاسعار. هاي الالعاب مال الاطفال. هذا قسم الالعاب. هذا قسم الشيبس. هاي الحلويات. هذا قسم مول بن داوود. هاي المشاطات انواع المشاطات. الفرش كله مكتوب. هذا 12 ريال يعني تقريبا 6000. هاي المشاط تطلع ب 6000 دينار. 15 ريال احسبوها 7.5. هاي المقرابة ب 11 ريال يعني ب5.5. هاي المقرابة ب5.5. لأنه الريال يحسبوه 500 دينار، فإذا تيجي تصرف بالصرف يختلف. الريال يطلع عليك ب 370 دينار. أنا طبعا قاعد أدور على معطر الحرم. هاي مي زمزم طبعا موجود. هذا قسم الحلويات المكسرات. هذا قسم المكسرات. هذا قسم العصائر. هذا هنا المعلبات الأجبان والألبان. شو تريدون بس كله يعني كل واحد وسعره. هاي الأجبان. لا حد يقول ابو حمزه على كيفك، لا والله مو على كيفي والله العظيم. ما يكون شغل بالحكي.
لما تجون غير ما تصوير. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بس القسم مع الألبان والأجبان. نجي على قسم الخضراوات. الخضراوات يختلفون عنه. البطاطا مالهم تختلف. البصل، الثوم، ويعزلون كل شيء، يعزلون أول بأول. هذا كله عزل. هذا كل يوم يصفوه، طبعا يغيروه. كل يوم تغيروه، مو كل يوم يغيروه. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا هم بطاطا. هذا بطاطا حلوة. بطاطا حلوة. ايه نفس هذا بطاطا. نفس هذا ايه. شوفوا هذا البصل مالهم، طبعا البصل عندهم درجة أولى. هذا البصل مالهم يختلف عن البصل مالنا. هذا الفليفلة عندهم نار. باع البامية، هاي البامية. هذا الفليفلة حادة طبعا. هذا كاملة يجي خضراوات معه الخضراوات. هاي الفليفلة. هذا الشجر يسموه كوسة. باع الباذنجان الناعم، زنجبيل. هذا الخيار الناعم. واو ما شاء الله. هذا ما شاء الله تبارك السلام ورحمة الله وبركاته. حجينا الغالي ربي يعزه خال. عندهم شغلات احنا طبعا ما نعرفها ولا نعرف اسمائها، مثل السايش. هذا الجوز، هذا الاناناس. الاناناس هذا الاصفر واكو الاخضر. القطعة ب10 ريال و95 يعني ب 11 ريال. بس شوفوا الفواكه. فواكه طبعا ايش احكيكم عن الفواكه؟ قليل. فواكه ما موجودة عندنا احنا اساسا، يعني ماكو. تفاح موجودة، شغلات موجود. هذا البيض. البيض طبعا ياخذوه 12 بيضة، 6 بيضات، تجدون طبقة. أنا كل شيء. هذا بيض العرب، هذا الأحمر. جد ما صوركم قليل. أنواع العصائر الطبيعية. هذا الموز ماله والرقي. هذا أنواع التمور هنا. طبعا هنا الريحة تختلف. ريحة الفواكه تعط. هذا التين طبعا. البرتقال، تفاح. وشوفوا لي هذا الترتيب 17 ريال. اوه هذا الخوخ. خوخ 17 ريال. هذا مثل النبق. النبق هذا الخوخ 8 ريال. شوفوا لي هاي اللوحة الفنية. شوفوا لي هاي اللوحة الفنية. والله العظيم اكو فاكهة انا ما شايفها. انواع باع العنب انواع، اسود واحمر واصفر وماروني واسود وما اعرف شنو. هاي شنو الله اعلم. هاي الفاكهة شنو؟ هاي الفاكهة شنو؟ هذا افوكاتو، مكتوب افوكاتو مستورد. هذا الليمون عندهم. طبعا الليمون عندهم هذا الموديل وعندهم هذا الموديل. هم اكثر شيء يستخدمون ناس صغير. هذا الفليفله اللي موجود عندنا بالعراق، خدتك بس لكم فليفله الا تموت. هذا طبعا كله حار. هذا حار حار حار، نار نار. باع الباميه. هاي باميه وانا كمست باميه ذاك اليوم. هسه نجي على قسم الخضراوات. هذا قسم الخضراوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا هذا خس. واو عرض خاص 4 ريال. هذا الافطر. هذا باذنجان. هذا والله اعلم شنو. الله اعلم. اخاف هسه لا يقمز علي. شنو هذا؟ الله اعلم. هذا شنو؟ الله اعلم. هاي الخضره. طبعا الخضره الخس، النعناع، ما اعرف شو يسموه، والله ما اعرف. الريحان. بس الريحه تخبل هنا. هذا البصل. انواع الشغلات حلوه. هذا شنو؟ قسم الخضراوات. ومالكم شغل بالحكي. جد ما افتر، جد ما اصوركم، مو مثل ما انتم تجون تشوفون. هذا ما شاء الله مول بن داود ومعروف. هذا شوفكم قسم الطرشي. الطرشي اللي انا كرسه. هنا انواع اللحوم.
شوفوا هذا الترمز، فليفلة حادة، فليفلة كبيرة، هاي اللوف، هاي المخللاه، هاي فليفلة، هاي الجزر، ما شاء الله. هذا الطرشي، هاي المحمرة، هذا المقدوس، هاي الزيتون بأنواعه، الزيتون بأنواعه، بس غالي. ما لنا شغل. تعال نشوف قسم العصاير. هذا العصاير هذا كله، هذا ب11 ريال، يعني ب5.5. مشروب الزنجبيل هذا ب5.5. يا الله. ريد بول. حتى المي هنا اكو مي عندهم غالي لانه اسعار. يعني هسه عندنا هذا البطل 3 ريال، هذا 1 ريال، هذا 4 ريال، كل واحد له سعره. طبعا هذا كله مي. هنا تبدا العصاير، تبدا العصاير. البيبسي انا اقول لكم البيبسي عندهم يخبل. هذا البيبسي عشقوا عندهم، بيبسي مو طبيعي. انواع العصاير موجوده هنا. هسه ابو حمزه جد حتصور، جد اصوركم مو مثل ما انتم تجون تشوفون. ان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لكم عمره وتجون هذا المول. طبعا ماكو واحد ما يجي على العمره اذا ما يجي على هذا المول. طبعا انا عندي اغراض اذا اشتريها. قسم القهوه انا قاعد ادور. شوف طحينيه، النوتيلا يعني، والنيدو، وانواع الزيت. هذا النيدو مالهم. وهذا حجي راكان الحسو، عاتني وراه. تعال حجي تعال. هذا يا قسم حجي، هذا قسم المطعمات. هذا كله كاسر وما كاسر، مطعمات، كله مطعمات. العصاير، الشربات. حجي قسم القهوة وين؟ القهوة. ودينا على قسم القهوة. قسم القهوة ورايا. وين هذا الحجي يعرف. ما راكان حسه ما شاء الله يجي هنا دائما. يعرف قسم القهوة. ها. هاي القهوة. هسه ايش اكو بن هذا الازرق. قاعد ادور عليه. حجي بن العميد بس ازرق. العميد؟ ازرق. هذا القهوة حتى من ناخذ على الموصل؟ لا ما لا ما ندوخ. شباب ايش لقيتوا ايش ما لقيتوا؟ طبعا هسه تقول ابو حمزه انت ما شفتنا كل شيء. هذا لا بعد اخوي بعد جدد بعد. هذا قسم بعد هاي اقسام. بس والله يراد لنا اقل شيء ساعتين 3 نفتر والله ما نخلصوه. انا بعد ما رحت عليكم قسم الاكل، بعد قسم الملابس. هذا بالبدايه هذا العدادات اليدويه. هاي الشامبوات، انواع الشامبوات كله ماركات هنا. ماكو يعني شامبو عادي. هذا هنا انواع الدهون، الجيل، السبراي، صبغ الشعر. هذا يعني قسم حريمي يعتبر. وهنا ما شاء الله انواع الزيوت مال الشعر. طبعا هذا والله العظيم هذا واحد بواحد. هذا 19 ريال مرة ما تزن باوع. هاي مال المفاصل 55 ريال. شوف $85 ريال. العجير قوي هذا 85 ريال ونص. هاي كله مال المفاصل. هذا كله مال المفاصل.
يعني والله هذا 17 ريال. بول تارين هذا 55 ريال. هذا 19 ريال. مساج الحبة السوداء. هذا بزيت الزيتون. طبعا هاي مال المفاصل. والله احنا كلنا نعاني من مفاصل يعني. بس هذا ما شاء، هذا مبين عليه قوي. 97 ريال. طبعا هذا اول ما تطبون مول بن داود ما شاء الله هذا القسم كل شيء بيه. ارخص الاسعار. كل شيء عندهم يعني تحتاجوه موجود هنا. نسائي اكثر شيء، نسائي بناتي ما بي، ما الشباب اكثر شيء نسائي. شنط، ميداليات، نظارات نسائية، شغلات. انتوا تعرفون انا قاعد اصور وانا دخلت، والله دخلت وتعبت. ها حجي انا قاعد اصور بس دخلت وتعبت. يلا توكل حجي بس تعال شوفك هاي المفاصل. حجي وحده بوحده قسم المفاصل. هسه تروح علي حجي راكان. ها حجي وين؟ روح عبد التعش هذولك شافتك التعبانه جاي من بيها انت. والله انت وعدتني تشتري لي جنطه. تمام حبيبي، عارف انت كنت قاعد بعد تعرفون الطريق. حجي هسه جنطه مالتي التعبانه مثل هاي، نفس هاي. والله حمزه لا تجيب شنطتك على حمل ابوك. والله نفسها. ايش فيك حجي؟ يلا تعبانه خذ لي وحده. تمام ورامر ما يمر علي ظالم. بس شوفوا طبعا هذول الجنط يعني. ها حجي رقم واحد جنط ماكو شغل بالحكي. اجي سعر حجي؟ هاي 575 ريال. 500 يعني بورقتين؟ ورقتين الا هاي جنطه بورقتين يا شباب. وهاي جت سعرها 975 $300. هاي يقول نرجع على باب السيارة. احنا طلعنا على هاي الشغلات الحلوه مو؟ هاي الشغلات. هذا قسم المطبخ. هذا العشق مالي. واقول لكم مجدد راح نفتر راح ندوخ. بس باعوا لي هذا التحفيه. بس شوف انه جد سعر حجاي. شوف اسعار حديده. هذه 29 ريال. 29 ريال. هذه يا اخويا هذه 75 ريال. الله 35,000. والله 35,000. المول ما شاء الله كبير 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 كبير. وهسه راح نطلع. وين متوجهين حجي؟ ان شاء الله ان شاء الله الفيديو مالنا عجبكم بمول بن داود اللي هو بالعزيزيه. وهسه رايحين متوجهين وين ان شاء الله؟ للفندق. حجي الرحله كانت جميله مع مكتب راكان الحسو واخوي ابو طلال الغالي ربي يعزك. رحله مميزه ان شاء الله. رحله مميزه. واليوم راح نختم الفيديو مالنا وين؟ بالعزيزيه مول بن داود. مول بن داود ان شاء الله. باكر عندنا غير بلوج وغير شيء. وهذا اخويا تمام. وهذا مول بن داود ان شاء الله. رحلتنا انتهت. وباكر عندنا رحله وين حجي؟ رحله جديده ان شاء الله. ابراهيم الخليل. شارع ابراهيم الخليل. شارع تابعونا جبل عمر ان شاء الله. جبل عمر. هسه هذا الفيديو راح ينتهي وراح ننشركم اياه. وباكر عندنا ان شاء الله فيديو الاخ شارع ابراهيم الخليل يعني سوق العام منطقه جبل عمر. ومنطقه جبل عمر. تحياتي لكم في امان الله. وياكم راكان الحسو واخويا ريان النني في امان الله.